قريب نجيب دعوة الداعي إذا دعاكم. يا ما دعيت ربنا في أشياء. مفهوم؟ النجاح مش سهل شباب، النجاح مش سهل. لو النجاح سهل كان العالم كلها ناجحة.
بدك تتعب وتشتغل على عقلك، تتعب وتشتغل على جسمك، تتعب وتشتغل على عملك، تتعب وتشتغل على علاقتك مع الله، تتعب وتشتغل بكل إشي. في تعب، بس تعب جميل، تعب اللي عارف انك ما قادر تقوم. أول طريقة إنك تكون أفضل نسخة من نفسك إنك تتحدى النسخة السابقة من نفسك في كل يوم، والهدف تاعك يكون أقوى وتحديه أكبر من أي هدف أنت حطيته امبارح. واطلب من نفسك أكتر، دائما اطلب من نفسك أكتر، دائما اضغط نفسك لتاخذ أكتر. لما تحط أهداف عادية حتاخذ العادي، بتحط أهداف على مستواك حتاخذ اللي أنت هلأ فيه، بس هتحط أهداف عالية حتركب مع الناس اللي فوق. مين بده يركب مع الناس اللي فوق شباب؟ كلنا. وهذه الأحلام اللي سمعناها إيش؟ أوسكار وأفضل شيف في العالم وجمعيات ورا وتغيير العالم العربي، إيش هذا الحكي؟ وين لازم يكون الستاندر تبعك لتوصل أوسكار؟ هيك هون، مش هون، هون. It's very difficult بس it's doable، تنعمل. وعملوها كتير ناس قبل دانا، وحتعملها دانا بإذن الله، وحتعمل انت ندى اللي بدك اياه، وانت حتعمل بدك اياه لو عرفت تحط ان شاء الله الاهداف الصح. فشباب كله بالتكرار. ليش متقوقع وبتدور على النجاح؟ مستحيل. مش لأنه معتز قال، لأنه مستحيل هذا الاشي يصير بعد ما تشوف الحياة كيف ماشية وتشوف الناس اللي ناجحة كيف عاملة. الناس اللي ناجحة شباب بنظرها طبعا بتجرب الجديد دايما، ما بتسمح لحالها تتقوقع في الكومفورت زون. في دراسة في جامعة ييل الأمريكية بيقول لك when you are in a comfort zone for a long time، لما تكون أنت في stability وفي certainty for a very long time، عارف كل شيء بيصير، the learning centers of your brain shuts down. الأماكن المسؤولة عن التعلم في عقلك بتوقف. ليش؟ أنت ما مش محتاجها، أنت ما محتاجها فبتوقف. شباب إذا بدك الجديد بدك تجرب الجديد، إذا بدك تكبر بدك تجرب شيء ما عملته قبل. مستحيل يكون عندك نتائج جديدة في حياتك وأنت لسه عم تعمل نفس الشيء اللي بتعمله 10 سنوات. It's impossible، it's an impossibility. مستحيل. رز وماي رز، مستحيل رز وماي برجر، مستحيل. استوعبها شباب. الاشي الطبيعي انك انت تاخذ خطوات صغيره مش خطوات كبيره. مش من اول يوم في الجيم 1000 سكوات و1000 سيت اب و6 باك من اول يوم. مش من اول يوم بعلاقتك الزوجيه احسن زوجه واحسن زوجه. مش باول يوم بعلاقتك من الله حتكون احسن انسان وروحانيات رائعه. الاشياء بدها وقت. مش من اول شهر البزنس حتعمل فيه مليون دينار. هاي الاشي مش طبيعي. الاشي الطبيعي انك تاخذ خطوات صغيره لتوصل للهدف الكبير تاعك. الخطوات الصغيره خدها هلا، هي اهم الخطوات الكبيره. وتذكر انه احب الاعمال الى الله ادومها ولو قل. تفضل يا اخي ابدا. للاسف أغلبنا بيستنى ليوصل لدرجة البين الرهيبة ليأخذ القرار. وقف تدخين يا أخي لين يجي الدكتور يطلع فيه في عينه ويقول له أنت عندك أسبوع لتعيش. Then you take the course. لازم نستنى لدرجة قبل ما توصل الزواج بين شخصين أو العلاقة بين شخصين أو علاقتك برب العمل أو علاقتك مع أي حدا أو علاقتك بالله لدرجة وين تحس أنت أنك خلاص منتهي عشان تأخذ قرار. خدها هلا وأنت واقف على رجليك.
كلياتنا كبشر عندنا اقوى شيء موجود في هذا الكون كله. في شاب هذيك اليوم شفته ضعفان، قلت له مالك؟ قال لي وقف الدخان. قلت له يا زلمه كيف وقف الدخان؟ لك بتدخن اكثر من 10 سنين او 15 سنه، باكيتين و3 باليوم. قال لي ولا شيء، صحيت من النوم وقررت ما ادخن. قررت ما ادخن، لا بحكحك ولا اخذ ادويه ولا شيء، قرر. القرار بتاخده هيك بلحظه. في ناس بتقول لك ما هو اخذ 15 سنه لا اخذ القرار. لا، هو ما اخذ 15 سنه لاخذ القرار، هو اخذ 15 سنه ليستوعب انه قراره هالقد قوي واخذ القرار وقف دخان. احنا قديش عندنا شغلات بنحتاج ناخذ لها قرار. تغير وظيفتك، توقف دخان، تنزل وزنك، تفتح مصلحه، تتزوج، تربي اولادك احسن، اي قرار بدك اياه. عندك اقوى شيء في الدنيا هو انك تاخذ قرار. خذ قرارك وما تاجل. شير وكون السبب. طور نفسك. بده ياكل السوق، لازم كلنا نعرف انه في غيرنا عم بيعطوا 100%، فاحنا لازم نعطي 150%. اعطي نفسك حقها وطور نفسك. لا تحقر اي عمل بتعمله لو كان هالقد بتطوير نفسك. تخيل حالك انت كل يوم تنزل على الارض بتعمل 1 بوش اب، 1، بعد اسبوع شو حتحس؟ بعد شهر شو حتحس؟ الرسول عليه افضل الصلاه والسلام بيقول بما معناه احب الاعمال الى الله ادومها ولو قل. فانت عشان تطور نفسك ما تتخيل انك لازم تروح تعمل دكتوراه، لا يا اخي الدكتوراه بيجي، ولكن عشان توصل للدكتوراه لازم تقرا سطر كل يوم، سطر بس، اقرا من شان الله. لازم مثلا تغير طلعه بالشهر، بس ابدا. ما تحقر العمل وما تحاول انك تنط، حاول امشي بعدين نط. هلا عشان تطور نفسك في 3 شغلات لازم تعملها. رقم 1 واهم موضوع هذا، خذ قرار. اهم واهم شيء عند الانسان هو القرار، وكل حلقه عنقولها لازم رقم 1 تاخذ قرار اني انا قررت اطور نفسي. رقم 2 غير محيطك، تكلمنا فيه، لازم تغير المحيط اللي انت فيه. رقم 3 ابدا اليوم. كون السبب لننشر السعاده ونفيد اكبر عدد من الناس. اذا انت مقتنع ومآمن انه ما في فرص وانه ما بعرف انا شو بدي اعمل وانا ضايع وكل افكارك هيك، you will not ever reach، ما حتوصل باذن الله. في فرص لكل حدا، في اوقات اصعب من اوقات، خلينا نكون عمليين جدا. مثلا هلا وقت كتير صعب، ولكن هل اضيع هذا الوقت
ولا استثمره في شيء ممكن يفيدني، ولا اقعد احط ايدي على خدي اقول ما عندي ما عندي ما عندي ما عندي؟ هذا قرار انت بدك تاخده، ودائما بنقول ما في صح ما في غلط، انت حر. احلم يا اخي، احلم احلم احلم. ربنا سبحانه وتعالى اعطاك من سائر المخلوقات هذا الابداع، هذه الشغله الرهيب انك انت تحلم. بعض الناس حتى الحلم حسوا كتير عليه. الاخوين رايت لما قالوا بدنا نخترع اول طياره ونحلق فيها في الهواء صاروا يضحكوا عليهم، شو هالمجانين هدول. الكاتبه الروائيه رولينج تبعت هاري بوتر ضحكوا عليها 29 ناشر وقالوا له شو هالهبل هذا وشو هالكتاب اللي ما يمشي. بعد 450 مليون نسخة، ما عارف كم صارت بايعة لهلا، وأول شخص على وجه الأرض بيكسب $1 مليار من خلال كتابة كتاب. كانوا يضحكوا عليها. العداء البريطاني روجر بانستر لما قال لهم أنا بدي أقطع ميل واحد في أقل من 4 دقائق في الخمسينات ضحكوا عليه، قالوا له أنت مجنون، مستحيل البشر يقدر يعملها. بال 1954